الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشين يا حلوين. النهارده ان شاء الله باذن الله هنعمل غدا حلو قوي، وكمان الغدا بتاعنا هيبقى في حله واحده. بس ايه بقى اللي في حله واحده؟ هنعمل كبسه الجمبري بطريقه سهله وبسيطه، وهنقدمه يعني ان شاء الله باذن الله. كل حاجه هنعملها في حله واحده. بس هنعمل طبق سلطه حلو بقى، واي حاجه يا حبيبه قلبي ممكن تقدميها. بطاطس مقليه بقى، شوفي انت عايزه ايه تزوديه يعني مع الكبسه بتاعتنا الحلوه الجميله. الكبسه سهله وبسيطه خالص، وطريقتنا حلوه، وان شاء الله باذن الله تجربوا طريقتي حبيب قلبي وتعجبكم. ربنا يحسن ما بين ايديكم. معانا بقى الطلبات بتاعتنا، المقادير. طلبات ايه؟ المقادير. هنقول بقى المقادير. معانا كده معلقه سمنه، معايا معلقه سمنه، ومعايا حبه بصل كبيره يا اما حبيتين وسط مقطعهم بقى صغنن، ومعايا كده 3 حبات قوطه وقطعتهم بقى صغير خالص، اصغر من السلطه. معايا كده كيلو جمبري، انا جبته وقشرته وغسلته حلو قوي. لو انت هتجيبيه مجمد او هتجيبيه من عند السماك متقشر جاهز، اهم حاجه لو انت هتقشريه في البيت تاخدي بالك من كيس الرمل يا حبيب قلبي. ومعايا كده البهارات بقى بتاعتنا، معايا كده 4 فصوص توم. طبعا انا عملتهم بقى كده نعمتهم خالص. ومعايا بقى كزبره قطعتها برده ناعم كده. ومعايا بقى البهارات بتاعتنا، ده احنا لسه يعني لسه في اول اليوم. معايا بقى البهارات بتاعتنا. معايا البهارات بتاعتنا يعني في حاجات ربع معلقه، وفي حاجات نص معلقه، معلقه صغننه. معايا كده نص معلقه بهارات سمك، نص معلقه بابريكا، نص معلقه كاري، نص معلقه كمون محوج. وانا الكمون بتاعي محوج، يعني لو مش محوج عندك يا حبيبه قلبي هتحطي بقى انت كزبره. ومعايا كده بابريكا نص معلقه برضه. الحاجتين اللي ربع معلقه فلفل، والحبهان الاتنين بقى كده اديت ربع معلقه. معايا نص معلقه ملح برضه، ومكعب مرق. ولو مش حابه مكعب المرق عادي خالص، مفيش اي مشاكل يا حبيب قلبي، مش هنختلف. هنروح بقى كده على البوتاجاز. انا بقى على الحله بتاعتنا يا حبيب قلبي، وهنزل كده بمعلقه سمنه، معلقه كبيره. واول ما السمنه بتاعتنا تسيح كده هننزل بقى ان شاء الله بالجمبري. هننزل بقى كده يا حبيب قلبي بالجمبري. وانا معايا كيلو جمبري طبعا غسلته حلو خالص. وطبعا ممكن انت تعملي بقى، انا عامله كيلو جمبري على كيلو رز بسمتي، طبعا على حسب افراد العيله يا حبيب قلبي. يعني انا ممكن تعملي نص ونص عادي خالص، مش اي مشكله. نقلب بقى الجمبري بتاعنا كده تقليبه. ننزل بالبهارات الحلوه بقى اللي احنا قلناها كلها. نستمر بقى في التقليب كده لما ناخد لون حلو كده للجمبري، يعني يستوي تلتين سوا كده. سيبنا الجمبري بقى 10 دقايق يا حبيب قلبي. انتوا عارفين ان الجمبري مش بياخد وقت كتير في السوا. انا سبته بقى كده. وطبعا الصوص اللي خرج منه ده طبعا ده هنستعمله دلوقتي. احنا كل اللي هنعمله دلوقتي ان احنا هنخرج بقى الجمبري، ناخده بقى على جنب، ونخرج الجمبري كله في طبق بالشكل ده. هديت بقى النار، هخرج بقى الجمبري حبه قلبي بالشكل ده. خرجنا بقى الجمبري حبيب قلبي، وده الصوص بقى اللي نزل من الجمبري. طبعا انا هستخدمه في الرز. هنركنهم بقى على جنب، ونروح كده بنفس الحله ناخد بقى البصل في نفس الحله بقى يا حبيب قلبي كده. هنزل بمعلقه سمنه، هنسيبها بس تسيح في نفس الحله. مش انا قلت لكم حله واحده، مش هنقف كتير ولا هنغسل المواعين ولا اي حاجه خالص. هي حله واحده بس وطبقين، ونقدم بقى اي حاجه احنا حابينها مع الاكله بتاعتنا الحلوه دي. انا هعمل طبق سلطه، وهقلي كام كده بطاطسايه عشان ولادي بيعشقوا البطاطس بقى بالبهارات والحاجات الحلوه دي. بس غدا سهل وبسيط وخفيف. يا ريت بقى تدعموني بلايك لاكلتنا الحلوه كبسه جمبري. ها طبعا السمنه بتاعتي كده ساحت، وطبعا البواقي بقى اللي نازله كده من الصوص بتاعنا الحلو ده. هننزل بقى كده البصل، وانا عامله حبه بصل كبيره جاتني وسط حبه. وطبعا البصل هسيبه برضو لحضراتكم، يعني في ناس مش بتحب البصل كتير كده يعني. نقلب بقى البصله بتاعتنا كده تقليبه كده محترمه. بعد كده ايه
هننزل بالثوم بس اول البصله ما تدبل بس شويه. دبلت بقى البصله بتاعتنا يا حبيب قلبي زي ما انتم شايفين كده. هننزل بقى الثوم، هي معلقه ثوم. هندي بقى للثوم بتاعنا تشويحه حلوه كده. اول ما نشم ريحه الثوم الحلوه دي هننزل بقى بالبهارات. والبهارات بتاعتنا نفس البهارات اللي احنا قلنا عليها، نص معلقه من كل حاجه. كركم، كاري، بهارات سمك، كمون محوج. طبعا الكمون بتاعي انا محوج بالكزبره، لو مش محوج يبقى نحط نص معلقه كزبره. بابريكا، نص معلقه ملح، ربع معلقه حبهان مطحون اللي هو العيل يا حبايب قلبي، وربع معلقه فلفل اسود. هندي بقى كده تقليبه بقى للبهارات بتاعتنا. يا سلام يا سلام عليها. نقوم نشجعه بقى ونعمله احلى كبسه حلوه قوي وطعمها لذيذ بجد. وهنعملها بالرز البسمتي، لو حابه تعمليها بالرز المصري عادي خالص، بس بصراحه بالبسمتي بتبقى حلوه. هنحط بقى كده اول ما الخلطه بتاعتنا بقى وريحه البهارات الحلوه كده اتشوحت بقى بالخلطه بالبصل والثوم، هننزل بقى بالقوطه اللي احنا مقطعينها حتت صغننه. نديها تقليبه كده. كل حاجه ننزلها لازم نديها تقليبه حلوه خالص بجد. يا ريت تجربوا وشمين الريحه الحلوه دي، ريحه فظيعه بجد والله. اتمنى ان شاء الله باذن الله تجربوا طريقتي حبيب قلبي، وربنا يحسن ما بين ايديكم كده. تمام. هننزل بقى بالكزبره، هنخلي بس شويه صغننين كده للذوق في الاخر. نقلب بقى كده طبعا حلوه خالص. هنسيبها بقى مع بعضها يعني 5 دقايق بالظبط. بعد كده هننزل بقى الرز نديله تشويحه حلوه خالص. وانا ماليه الكاتل بتاعي حبيب قلبي علشان خاطر ننزل بميه سخنه. ممكن تحطي الميه على الخلطه بتاعتنا الحلوه دي تغلي وبعد كده ننزل الرز، بس انا بحب اشوح اي رز لازم ياخد تشويحه حلوه كده. شفتوا بقى الخلطه حبيب قلبي زي ما انتم شايفين كده اندمجت بقى كلها مع بعضها وريحتها حلوه قوي. ننزل بقى بالرز. وانا الرز بتاعي غسلته، وطبعا انا نقعته نص ساعه وبعد كده غسلته غسله حلوه خالص. ده كيلو رز بسمتي. هننزل بقى كده الرز بتاعنا كله بالشكل دوت. هندي بقى الرز تشويحه حلوه خالص. وانا معايا بقى كاتل ميه بيغلي. طبعا احنا معانا بقى حاجه اوعى تنسوها، هو بقى الصوص اللي خرج من الجمبري ده ننزله بقى كده على الرز بتاعنا ونشوحه تشويحه كمان خالص. هي بقى كل فايده الجمبري في شويه الصوص الحلو. ندي بقى تقليبه كده تشويحه معتبره زي ما انا قلت لكم. اي رز لما نشوحه بيطلع مفلفل وحلو خالص معانا. شوح بقى الرز حلو خالص كده. طبعا شايفين شكل الرز حلو خالص والريحه جميله 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 بجد. حبيب قلبي شايفين بقى لون الرز الحلو الجميل؟ بصراحه ريحته وشكله وكل حاجه تفتح النفس للاكل بجد بجد. انا جحت من الريحه بس. طبعا شوحته بقى تشويحه حلوه خالص بالخضار بتاعنا اللي احنا حطيناه وكل حاجه. شكل الرز حلو قوي. اهم حاجه التشويح. ساعه ما نوصل بقى للون اللي بيلمع الحلو ده يبقى احنا عارفين كده اللي احنا غلفنا الرزيه بتاعتنا تمام. هننزل بقى بالميه بتاعتنا والميه بتاعتي بتغلي في الكتل. طبعا انا قلت لكم لو احنا هنعبر بقى الرز البسمتي على حسب. في رز بياخد كل كوبايه رز بتاخد كوبايه ميه، وفي رز بياخد كوبايه ونص على حسب الرز يا حبيبه قلبي اللي انت بتستخدميه. فانا شايفه كده تمام خالص لان انا نقحت الرز بتاعي نص ساعه، فانا شايفه كده ان هو تمام خالص كده. واهم حاجه ان احنا نظبط الملح، والملح ده على حسب الرغبه. ده شكل الرز بتاعنا حبيب قلبي بعد ما تشرب بقى الميه بتاعته. شايفين شكله طبعا ايه؟ بتشوفوا انتوا الفتحات اللي بيعملها دي يعني مفيش ميه خالص. هننزل بقى بالجمبري الحلو بتاعنا حتى الصوص اللي باقي منه وكل حاجه ننزله بقى كده ونديله توزيعه كده على الرز. طبعا انا وطيت النار بتاعتي
بقلل لهم بقى بطاطس واعمل لهم بقى طبق سلطه حلو كده. يعني النهارده يوم دلع. غطي بقى ومهدين النار بتاعتنا عشان الجمبري يكمل سوا والرز كمان. دلوقتي يا حبيب قلبي بقى هنعري بقى الحله بتاعتنا. يا سلام يا سلام، احلى كبسه جمبري حلوه قوي والريحه حلوه قوي وطعمها ان شاء الله باذن الله هيعجبكم يا حبيب قلبي. هنشيل بقى الجمبري بتاعنا وبالراحه خالص كده، هنشيله لان احنا لو ادينا تقليبه وغرفنا الرز مش هيبان، واحنا عايزين ايه نزغلل عينيهم طبعا. هناخد الجمبري بقى كده عشان نحطه نزوق بيه الاطباق من فوق كده. شلنا بقى الجمبري، هندي بقى تقليبه حلوه خالص للرز. طبعا شايفين الرز بتاعنا مفرفر وجميل ازاي وريحته حلوه خالص وطعمه ان شاء الله باذن الله احلى. هنغرب بقى كده في الاطباق كده يا حبيب قلبي على حسب ما انتي حابه تقدميه ازاي. خلصنا بقى الغدا بتاعنا. طبعا انا قلت لكم انا عايزه ازغلل عينيهم، فطبعا غرفت الرز بقى وبعد كده زوقت بقى الرز بالجمبري زي ما انتم شايفين، وقليت بطاطس وعملت طبق سلطه. حبيب قلبي انا ما حبيتش اطول عليكم، طبعا كلنا شطار وبنعمل احلى سلطه. وقليت بقى بطاطس وفي بهارات للبطاطس حلوه قوي بتديها طعم كده ولذيذه كده حلوه خالص. ان شاء الله باذن الله هتعجبكم الطريقه بتاعتي حبيب قلبي. وكل اللي انا بتمناه هو محبتكم ليا ودعمكم ليا باللايكات الحلوه والاشتراكات الجميله، ويا رب ما يحرمنيش منكم ودايما في الزياده ونكبر مع بعض ان شاء الله باذن الله. ويا ريت تكتبوا لي بتتابعوني من اي بلد يا حبايب قلبي، وتكتبوا لي كمان انا يعني وصفاتي بتعجبكم. لو انتوا حابين اي حاجه انا اقدمها لكم ان شاء الله باذن الله. غدانا كان سهل وبامانه. هي بصوا يعني شويه اطباق صغننين كده وحله واحده بس عشان ما نوقفش كتير في المطبخ. ان شاء الله باذن الله يا حبيب قلبي كل يوم جديد في المطبخ موجودي. كل اللي انا عايزاه بقى لايكات كتير للكبسه بتاعتنا، ويا ريت تجربوها ويا ريت كمان تكتبوا لي ارائكم يا حبيب قلبي. واشوفكم على خير يا حبيب قلبي في فيديوهات كتير ان شاء الله باذن الله في مطبخ موجودي. باي.